انت رايح تقدم على وظيفة عشان تاكل عيش، اما انا رايح اقدم على وظيفة عشان اموت. كنت بدور على شغل وشفت اعلان مطلوب سواق الاسرة. قدمت على الوظيفة واتقبلت. كان راجل عايش لوحده ومعاه بنته الوحيدة ومراته ماتت. عرفني على المطلوب مني وعرفني على بنته، وقال لي في أوضة في الجنينة هتقعد فيها. حوالي الساعة 2 بالليل باب الأوضة خبط. فتحت لقيت بنت الراجل واقفة وبتقول لي تعالى وديني التراب، عايز أزور ماما. استغربت، بس هعمل ايه؟ وديتها، ولما جيت ادخل معاها التراب رفضت وقالت لي استنى هنا. بعد ساعة خرجت ورجعنا البيت. لقيت الراجل بيسألني كنت فين. قلت له بنت حضرتك طلبت تروح التراب تزور مامتها. حتى اسأل هي راحت فين؟ دي كانت هنا، العربية فاضية. الراجل بصلي بحسرة وسابني ومشي. تاني يوم الساعة 2 بالليل اتكرر نفس الموضوع. رحت لابوها واشتكيت له ان الموضوع ده بقى مزعج بالنسبة لي. رد عليا وقال لي لو جات لك تاني ما تفتح لهاش ولا ترد عليها. اليوم التالت في نفس الميعاد ونفس الخبط، ما ردتش. الخبط بدأ يبقى أقوى، برضو ما ردتش. الخبط اتحول لهبد جامد، كان هيخلع الباب من مكانه. فتحت الباب لقيتها بتقول لي روح هات ماما من التراب. أمك ماتت، أجيبها ازاي من التراب؟ هي واقفة هناك زعلانة وعايزة تيجي معانا هنا. قفلت الباب كده، الموضوع زاد عن حده ولازم أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. رحت للراجل واتكلمت معاه. عرفت منه إنه كان عنده بنتين توأم، نسخة طبق الأصل من بعض. بعد موت أمهم في بنت منهم ما قدرتش تستحمل فراق أمها وانتحرت، والبنت التانية مريضة ما بتخرجش من أوضتها. قلت له يعني اللي بتخبط عليا دي تبقى أيوة يا ابني، تبقى بنتي اللي ماتت. رجعت على أوضتي وأنا مقرر إن ده آخر يوم ليا في الشغلانة دي. فتحت الباب لقيتها قاعدة مستنياني وبتقول لي ها، هتوديني التراب ولا وديك انا التراب؟ فعلا اكل العيش مر والحياة صعبة، بس مش اصعب من انتظاري انا وريم واحنا مستنيين حد يودينا التراب. وانا قلت لكم ان اسمها ريم قبل كده؟